بدر الدين الحوثي كان سيدي حسين يتمشى في زقازيق صعدة. شنو صعدة؟ هذا صعدة بلد في اليمن سيطر عليها اليماني اليماني يا أهون لم أهون. فكان يلوي فإذا به يرى بركة، حوض، بركة ماء كانت شبه جافة أو أنها كانت جافة، فأدخل رجليه ومدد هكذا أرجيله إلى داخل البركة. فبعد يمكن 5 دقائق إلا وامتلت يا ضعي، امتلت البركة من امتلت البركة يعني بركة. عليش البكاء؟ بركة بركة، افرحوا. انت مشى كذا قوي فكان أن أدخل رجليه في هذه البركة فماذا لاحظ؟ يا من يرى ما في البعوض ويسمع، لاحظ أن المياه باردة ثلج مسكرة. أتستغربوا كيف لا ما درني مسكرة؟ والله ما لي علم حتى أنا، يمكن كان يمكن مش مسكرة، كذب الشيطان. لاحظ فيها السمك، جاء إلى البركة سمك. شنو سمك؟ شنو سمك. فإذا بالسمك يلتوي حول رجليه ويقبلها تارة هنا وتارة هنا، تارة هنا. يا ليتني كنت سمكة ولا تونة ولا شمشتيكة. فنظر إليها سيدي حسن بدر الدين فرأى السمك يلوي ها هنا وها هنا، فقال يا حفيد مركبة سيدنا يونس. أتعرفون قصة سيدنا يونس عندما جاءه سمك وأصبح له مركبة؟ أتعرفون؟ نعم. فقال يا حفيد سيارة سيدنا يونس أيش تشتي؟ فلاحظ سيدنا حسين بدر الدين أن السمكة جائعة بسبب العدوان، ما عاد مش الأزمة ولا نفط ولا بترول ولا شيء، الحصار، بسبب الحصار. فنظر فلاحظ الدموع تنزل من عيني حتى سمك القش والأخطبوط وصل حجف سمك القش من الجوع. فنظر إليه سيدنا فلاحظ أن السمك جائعة، فنهض من مكانه وذهب إلى بيته وقال لمرته هل هناك شيئا في البيت ناكل؟ تصدقوا بيت سيدي حسين لقي فيه شيء؟ جاوبت مرتي قالت كل شيء موجود. قال اسكتي لنا بنت تونة وحبات دجاج ونفر الصدر الملوخية واحد مكرونة. فأخذين إلى عند السمك فنذقين. شنو نذقين؟ تمام. شنو ذكرني الذي في أذني يحكني حكيك الطنائن. فقلت له شنو 6 دقائق؟ فقال فأخذهن
فنذقهن إلى السمك فإذا بالسمك يلتهمهن. وقال له أحد السمك لو سمحت اثنين بمسي. صلوا على آل محمد بس.